معقولة هنعمل 10 قطع بفتيك بربع كيلو لحمة بس؟ والله أنا عملت الكمية دي كلها وطلعت معايا 10 قطع بربع كيلو لحمة مفرومة بس. عملت البفتيك الكداب زي ما انتوا شايفين كده، طلع معايا جميل جدا. وشايفين شكله عامل ازاي؟ الطبقة بتاعته ما بتطلعش خالص، الطبقة الخارجية ماسكة فيه زي ما انتوا شايفين كده. وطعمه كان تحفة جدا وكان غاية من الجمال. اللي حابب يشوف الفيديو يتابعني ويشوف انا عملته ازاي. ويا ريت اللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشجعني ويعمل لي لايك. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو ونشوف الخطوات اللي احنا اتبعناها عشان يطلع معانا بالشكل اللي انتوا شفتوه. معايا هنا كبة الخلاط، هنزل عليها بربع كيلو لحمه مفرومه. ده كان ربع كيلو لحمه مفروم احمر خالص. يفضل في الوصفه دي ان اللحمه تكون من غير اي نسبه دهون فيها. نزلت كمان ب3 معالق كبار بقسماط زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل كمان ببصلة، والبصلة دي انا ما صفيتش منها المية خالص، انا حطيتها بالمية بتاعتها. وما نخافش البفتيك مش هيفك مننا علشان احنا حاطين هنا البقسماط فهيشرب مية البصلة. هنزل كمان ببيضة. وبعد كده التوابل بقى عبارة عن ملح، فلفل، قرفة، ومعانا كمان رشة بسيطة من جوز الطيب. انا بفضل احط للحمة المفرومة يعني حاجات بسيطة من جوز الطيب. انا بحب طعمها فيها وبتديها طعم حلو قوي. اللي مش حابب يحطها خلاص مفيش مشكلة، ممكن يقدر يستغنى عنها. هنا هنبدأ ان احنا ندمج المكونات كلها مع بعض. انا عايزاها تبقى ناعمة خالص، عايزة اللحمة دي تبقى متجانسة بكل المكونات وتوصل لقوام ناعم خالص، يعني الأنسجة تعمل خيوط كده. لو عندك الكبة اعملي كده، مش موجودة عندك هتعجنيها حبة حلوين لغاية ما توصل للقوام اللي انتي هتشوفيه دلوقتي. انا هنا شغلت الكبة من دقيقة لدقيقة ونص كده خلاص. وصلت معايا للقوام اللي انا عايزاه والنعومية اللي انا محتاجاها. هنبتدي هنا ننزلها في بولة تانية عشان نشوف نشكلها ازاي. كده خلاص انا نزلتها في البولة وهشتغل فيها على طول، مش هركنها ولا اي حاجة. شايفين ناعمة جدا والخيوط بتاعتها متجانسة ازاي مع بعض. هنبتدي هنا بقى نعملها كور صغيرة. انا مش عايزة حجم الكورة يكون كبير، انا عايزة الحجم يكون صغير زي ما انتوا شايفين كده. طلعت معايا الكمية دي، هنرفعها ونشوف هنبتدي نشتغل فيها ازاي عشان تطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه. هبتدي هنا اجيب كيس تلاجة هفتحه بالشكل ده كده، وهنا معلقة زيت واحدة بس علشان اللحمة ما تلزقش مننا في قلب الكيس. باخد مسحة بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اخد كرة من اللي انا عملتهم وهبتدي اقفل عليها الكيس وافردها بشكل عشوائي. بس انا عايزة السمك يكون رفيع، مش عايزاه يكون سميك بالشكل ده كده. هنا برضو فردت ورقة بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي احط عليها البفتيك. هعمل واحدة تانية، بحط الكورة وببتدي افردها بشكل عشوائي. المهم ان هي تكون في الاخر كلها سمك رفيع وكلها سمك واحد، مش حتة تخينة وحتة تكون سميكة. هكمل بقى بقية الكمية كلها. هنا انا عملت اول جزء من الكمية بالشكل ده. هبتدي اضيف طبقة بلاستيك تانية عشان البفتيك ما يلزقش ببعضه، لاننا بعد ما هنخلصه هنحطه في قلب الفريزر من 4 ل5 ساعات. دي الكمية اللي طلعت معايا. تمام، طلعوا 10 قطع بالظبط. هندخلهم الفريزر لمدة 5 ساعات، وبعد ال5 ساعات هنبتدي نشتغل فيهم على طول. هنا البفتيك هنعمله من غير ما نقليه
باي بيض هنعمله بطريقة تانية خالص، وهيطلع بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. معايا هنا بقسماط ناعم، ومعايا هنا طبق تاني غويط هنزل فيه بمعلقتين دقيق كبار ومعلقتين نشا كبار. تمام. هنبهرهم بملح وفلفل اسمر بس، مش اكتر من كده. وبعد كده هنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، وهننزل عليهم بحوالي 3/4 كوباية مية لغاية ما يوصل معانا للقوام ده. في الوقت ده خلاص هبتدي اطلع البفتيك من الفريزر، هيكون معانا بالشكل ده وجامد زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي انزل بالبفتيك في قلب الخليط اللي احنا عملناه، وهطلعه هنزل عليه بالبقسماط كده. طبعا كل ده ما بياخدش ثواني. وطريقة السوا بقى هنسويه على نار تكون متوسطة، مش عالية قوي ولا واطية خالص. احنا عايزين النار تكون متوسطة. وبطبيعة الحال اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت طويل في السوا، يعني في ثواني هتكون استوت معانا. طبعا لازم يكون الزيت غزير مش شوية. نزلت في الزيت بالشكل ده كده بالبفتيك. هسيبه قيمة دقيقة ونص أو دقيقتين على أول وش. وبعد كده أول ما ياخد اللون الذهبي هبتدي إن أنا أقلبه على الناحية التانية. كده بدأ ياخد لون ذهبي بسيط. هبتدي برضو أقلب القطعة التانية. ما تحاوليش تخرميه بالشوكة، علشان الزيت ما يدخلش بين اللحمة وبين طبقة البقسماط اللي احنا عاملينها ويفصل منك. هنا خلاص خد اللون الدهبي اللي انا محتاجاه. هبتدي اطلعه من الزيت زي ما انتوا شايفين. وطبعا هكون محضرة طبق وفرش عليه منديل يتصفى بس الزيت بتاعه عليه. هنكمل بقى بقية الكمية زي ما انتوا شايفين كده بنفس الخطوات. هننزل في الخليط وهنغطيها بالبقسماط وهنكمل قليتها. الموضوع كله مخدش في ايدينا ثواني. عملنا كمية كبيرة جدا، طعمها حلو قوي، وكمية موفرة معانا من اقل كمية لحمة موجودة عندنا في البيت. هنا انا كنت خلاص خلصت الكمية بتاعتي. طلعوا معايا 10 قطع بالظبط. شايفين لونه ذهبي ازاي، وكان حلو جدا ومتماسك. انا بحاول ان انا اشيل الطبقة الخارجية من عليه، متماسكة فيه جدا. شايفين شكله عامل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.